السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير ويكون كله تمام. حبايبي اتمنى يكون كله تمام قوي يعني. الفريزل فيربس. بص انا عندي نظرية كده ان اللي تمامه حفظ ما يتشالش همه. اللي تمامه حفظ اللي ديته ان انا بس هحفظ حاجة سهلة. طبعا هيختلف معايا الناس اللي بتحبش تحفظ، اللي بتحب تفهم كل حاجة، وانت عارف ان احنا بنحاول نفهمك كل حاجة على قد ما نقدر، بس الدرس ده للأسف ما فيهوش فهم. في حفظ انت عندك طلعت حفظ عظيمه. يعني ايه كلمه phrasal verbs؟ قول بسم الله وصلي على النبي وافرد ظهرك يلا. يعني ايه كلمه phrasal verbs؟ phrasal verbs بالعربي معناها الافعال الاصطلاحيه. وانا اقسم لك بالله لو سالتني يعني ايه افعال اصطلاحيه بالعربي، اللي هو الكلمه اللي انا قلتها بالعربي دي، انا مش فاهم يعني ايه افعال اصطلاحيه. بس اقدر اقول لك بكل تاكيد يعني ايه كلمه phrasal verbs. phrasal verbs بكل بساطه هي بيكون فعل، الفعل ده بيكون ليه معنى لما تحط بعده preposition يعني حرف جر، ده بيديك معنى تاني خالص. عدى عليك الكلام دوت، شفته كتير، بس اول مره في شغلك في ثانويه عامه او في الثلاث سنين بتوعها اصلا اولى ثانيه ثالثه يتعمل لك يونت بالشكل ده. دايما كان بيكون في نهايه اليونت او نهايه الفوكاب بالذات، يكون مثلا عندك تيك والافعال سوري الفعل تيك وحروف الجر اللي بتيجي بعده، لوك وحروف الجر اللي بتيجي بعده. فهو اول مره يجمعها لك بالشكل ده. اليونت سهله، والله سهله، مهمه جدا. حط في دماغك ان ما فيش امتحان ثانويه عامه في تاريخ ثانويه عامه ما فيهوش جمله على حرف الجر، فانت محتاج تركز. قول بسم الله صلى على النبي ويلا بينا. عندنا فعل زي الفعل لوك. لوك يعني ايه في العادي كده؟ لوك يعني ينظر، واحنا لسه متفقين هنحط بعد لوك حروف جر. حروف جر دي هتغير المعنى خالص. اول حاجه عندي لوك ات، ولوك ات ما بيغيرش المعنى قوي. بعد كده عندي لوك فور، انت عارف الكلام ده كله. بعد كده عندي لوك افتر. بعد كده عندي لوك اب. بعد كده عندي لوك اوت. بعد كده عندي كلمه انت خدتها في المنهج بتاعك اسمها لوك into. قلت look at, look for, look after, look up, look out, into. عندنا look forward to، وعندنا look up to، وعندنا look down to. ايه يا مستر الحفله دي؟ مش كل الافعال بيكون فيهم الحفله دي، ومش كل الافعال بيكون فيهم حروف جر كتير بعدهم، بس لوك مليان زي ما انت شايف. لوك ات يعني ايه؟ بكل بساطه لوك ات يعني ينظر الى. سامحني بقى في خط العربي، انت عارف ان انا في العربي بكتب برجلي حرفيا، فركز معايا. لوك فور معناها يبحث عن. طب لوك افتر، انت جدع وعارف لوك افتر يعني يعتني بيه. طب لوك اب، لوك اب يعني يبحث عن معلومه من مصدرها. تاني كده، يبحث عن معلومه من مصدرها، يبحث عن كلمه في قاموس. If you don't know the meaning of a word look it up. تاني، if you don't know the meaning of a word look it up. لو مش عارف معنى كلمه look it up يعني ندور عليها في القاموس بتاعها. look out معناها يحترس. look into معناها يتحقق، بتساوي investigate، فعل خدناه في المنهج بتاعنا. طب look forward to قديمه جدا وانت عارفها، معناها يتطلع الى. عندنا look up to معناها respect يعني يحترم. طب look down to هي عكسها، يبقى يحتقر. تعال نتكلم في شويه examples. look at me يعني ايه؟ بص لي. look for I'm looking for my jacket يعني ايه؟ انا بدور على الجاكيت بتاعي. I'm looking for my jacket. look after يعني while I'm out وانا بره. look after your little sister. تاني كده، look after your little sister يعني اعتني باختك الصغيره، خد بالك منها. عندنا look up، لسه قايل شويه المثال بتاعها. if you don't know the meaning of a word look it up. لو مش عارف معنى كلمه look it up. look out يعني احترس، خد بالك. look into يعني يتحقق. we should look into other ways of staying in touch. لازم نبص بصه كده نتحقق، نجيب طرق تانية عشان نتواصل بيها مع بعض. look forward to معناها يتطلع الى، بيجي بعدها ing. هتاخد الكلام ده في part 2. I'm looking forward to seeing you. تاني، I'm looking forward to seeing you، بتطلع لرؤيتك او مقابلتك.
look up to I look up to you معناها أنا بحترمك. look down to معناها يحتقر. you shouldn't look down to anybody ما ينفعش تحتقر حد. ده كان عندنا مين؟ كان عندنا look. وخلصنا look. مستر هو أنت هتدينا كل أفعال الفريزال فيربس؟ باشا الفريزال فيربس ما بتخلصش، حروف الجر أصلا ما بتخلصش، ولكن احنا شغالين على الشغل بتاع المنهج بتاعنا اللي هو أهم أفعال ممكن تكون موجودة عندك، أهم حاجات ممكن تتغطى في الامتحان، فركز معايا. لوك بعد لوك ممكن ناخد مين تاني؟ ممكن ناخد تيك. طيب تيك ده بيجي بعده ايه يا مستر؟ تيك بيجي بعده تيك ان، وبيجي بعده اوت يبقى تيك اوت، بيجي بعده تيك اب، بيجي بعده اون يبقى تيك اون، بيجي بعده تيك اوفر، بيجي بعده take away، بيجي بعده قلنا take in take out take up take on take over take away، بيجي بعده to يبقى take to. ايه تاني؟ مشكلة الدرس ده ان عارف انت ما فيهوش شرح، اللي هو انت محتاج تكون كمبيوتر فاكر كل حاجة. take in take out طبعا الموضوع بالنسبة لك انت هيكون اسهل لان كل حاجة هتكون مكتوبة قدام عينك. take in take out take up take on take over take away، قلنا take two. ماشي تعال ناخد معانا الحاجات دي. take in بيساوي absorb. absorb يعني ايه؟ absorb يعني يمتص. خد مثال sponge. السبونج السفنج takes in water. تاني كده sponge takes in water. طب take out. take out يعني ياخد حد يخرجه او يخرج حاجة او يعزم حد على العشاء مثلا في مطعم. I will take you out to dinner. تاني I will take you out to dinner. Take out the garbage. خد الزبالة وانت خارج. دي take out. Take up يعني ايه؟ take up يعني يبدأ نشاط. Start an activity. You should take up a sport. تاني you should take up a sport. ابدأ رياضة. Take on يعني يتولى مسؤولية، يستلم شغلانة، يتولى مسؤولية حاجة. This is your task, take it on. تاني كده This is your task, take it on. دي شغلانتك مهمتك اعملها. طب take over. take over يعني يتولى مسؤولية. ايه ده يا مستر؟ طب ايه الفرق بين take on و take over؟ take over يعني يتولى مسؤولية مكان حد. I can see that you can't do it. أنا شايف إنك مش عارف تعمل الشغل ده. Let me take over. تاني كده let me take over. خليني أستلم الشغل ده. خليني أخد مكانك. take away برضو معناها يخرج، مشهورة جدا مع الأكل. هتاكل هنا ولا take away. take to معناها يعتاد على. I have taken to this place يعني أنا اتعودت على المكان ده. ده take. حاسس ان انا ممكن اكون skipped one preposition، ممكن اكون نسيت. دي مشكله الدرس ده، عارف انت تحس انت ايه الافكار فيه بتكونش مترتبه، الموضوع عشوائي جدا جدا. بس بالنسبه لك انت عشان انت معاك الشيت معاك الملزمه فالموضوع هيبقى سهل. ايه تاني ممكن نقوله؟ ممكن نتكلم على give. تعالى احنا عندنا give up، عندنا give in، عندنا give away، عندنا give off، عندنا قلنا give up give in give away give off give out. ايه تاني؟ give up give in give away give off give out give to. give to مش phrasal verb اصلا، معناه يعطي حاجه لحد. بيتهيألي هي دي الحاجات اللي دي اشهر حاجات عندك في give. باكد عليك هيكون معاك شيت هيكون فيه الحاجات دي. ساعات هتلاقي في حاجات على السبوره ازيد، ساعات هتلاقي الحاجات اللي في المنهج عندك اقل سيكه او اكتر. كده الملزمه هتحل لك الكلام كله. give up معناها ايه؟ معناها حاجتين، يا اما يقلع او يتوقف عن شيء. you should give up smoking. يعني ايه give up smoking؟ يعني يتوقف عن التدخين. او تيجي بمعنى يستسلم. انا مش عارف اعمل ده. I can't do it. I give up. انا مش عارف اعمل ده. انا كده بعمل ايه؟ I give up. انا بستسلم. طب give away. give away معناها يتصدق.
الناس حبايبي اللي قاعدين متابعين البلوجرز ليل نهار جيف اواي، يقول لك انا عملت جيف اواي بمناسبه الوصول للمليون سبسكرايبر، دي كده صدقه. فعشان في ناس لو قلت لها الكلام ده بالعربي مش هيقبل على الموضوع، تحس لا ايه ده، انا ما باخدش صدقه. انما جيف اواي خليناها بالانجلش بقت الموضوع مقبول جدا جدا. انا سقطت جيفن. جيفن معناها يعلن استسلامه. استسلام. لو شفت حد شاف فيلم زوتوبيا بتاع الباني، كان في اغنيه لشاكيرا كده اللي بتقول I won't give up no I won't give in، انا مش هستسلم ولا هعلن استسلامي. طب give off معناها يطلق. احنا بنتكلم على ايه يا عم؟ بنتكلم على دخان، بنتكلم على اشعه، بنتكلم على حراره. بقول لك مثلا this pot gives off heat، يعني الاناء ده، الطاسه دي، الحله دي بتطلع حراره. cars give off exhaust fumes يعني عوادم سيارات، بتطلق عوادم سيارات. give out يعني يوزع. تاني give out يعني يوزع، وده كان give. ماشي، اوعى تنسى قلنا look وتيك وجيف. تعال نشتغل بريك. حاسس الحصه دي ممله، سامحني والله، حقك عليا، اقسم بالله انا طيب، انا مش قصدي حاجه، بس هو الدرس كده درس مهم. بريك ماله؟ بريك عندنا اب، وعندنا بريك اوت، وعندنا بريك into، وعندنا بريك داون. ده لطيف اهو. اهم حاجه فيه الاربعه دول بس. بريك اب معناها ايه؟ بريك اب معناها ينفصل. After 10 years of marriage they broke up. بعد 10 سنين من الجواز انفصلوا للاسف. طب بريك اوت معناها يندلع. يندلع دي بتيجي مع ايه يا عم؟ بتيجي مع حريق، بتيجي مع نار. تاني كده اشهر حاجه، بتيجي مع حريق وبتيجي مع نار. The fire broke out يعني اندلعت النار. The war broke out يعني اندلعت الحرب. طب break into معناها يقتحم. Thieves broke into the bank. الحرامية اقتحموا البنك. The bank robbers أو thieves الاثنين صح. broke into the bank. طب break down معناها يتعطل. My car broke down yesterday. تاني my car broke down yesterday. وكده خلصنا break. كمل معايا. الفعل put. احنا عندنا put on، وعندنا put away، وعندنا put up with، وعندنا put out. تعالى بأكد عليك دول أهم حاجة. put on معناها يرتدي. put on your jacket يعني البس الجاكيت بتاعك. put away يعني ايه؟ يعني يضع شيء في مكانه. يضع شيء في مكانه. put away your shoes يعني حط مكانه، دي ما فيهاش. وبعدين في العربي الكلابي اللي انا بعمله ده يا جدعان، بص يا باشا، بص مكانه هي مربوطه، مش ما تعملش زي محمد النجار. محمد النجار فاشل عربي، انما انتوا شاطرين. ماشي. put up with معناها يتعامل مع شيء سيء. يتعامل مع، يتحمل يعني شيء سيء. بقول لك مثلا I can't put up with this noise anymore. تاني كده I can't put up with this noise anymore. مش عارف اتعامل مع الدوشه دي تاني. طيب put out يعني يطفئ. put out the fire يعني اطفي النار. تاني put out the fire يعني اطفي النار. تمام، خلصنا put. الفعل اللي بعد كده make. ركز معايا، اهم حروف الجر اللي بعد make هي make up، وعندنا make up بس بعدها for، وعندنا make up وبعدها to، وعندنا بعدها make for، وعندنا make out. مش عارف ايه اللي جاب في بالي الفعل ده، بس ماشي، كله انجلش يعني كله علم، هتعرف دلوقتي. make up يعني ايه؟ make up يعني يؤلف. make up a story يألف قصة. وخد بالك، يألف قصة بالمعنى الحلو والمعنى الوحش. بمعنى
He is imaginative. Imaginative يعني شخص خيال واسع. He makes up good stories. تاني he is imaginative. He makes up good stories. خيال واسع بيألف قصص حلوة. وممكن تيجي بمعنى يحور ولا أنت لسه مألف القصة دي حالا. This is a fake story. You have just made it up. تاني you have just made it up. يبقى أنت بتحور عليا. أنت مألف القصة دي اللي بتقوله ده ما حصلش. لو تاخد بالك من حاجة مهمة made it up خدها قاعدة كده اكتبها في ورقة دلوقتي. الفريزال فيرب لو جه معاه ضمير زي it لو جه معاه مثلا him لو جه معاه her لو جه معاه us لو جه معاه them اي ضمير لازم يتحط في النص ما بين الفريزال فيرب وحرف الجر. عشان كده لسه قايل لك you've just made طبعا عشان الزمن مش هنحط make حط made it up. حرف الجر او سوري الضمير بيكون ما بين الفعل وما بين ايه حرف الجر. make up يعني يؤلف make up for بيساوي compensate اللي خدناه في يونت 1. compensate يعني يعوض. I will make it up for you. تاني I will make it up for you. make up to معناها يتملق. مستر انت ما تقول كلام بقى يتفهم. يعني ايه يتملق؟ يتملق يعني يطبل. I don't like him. He makes up to the manager. تاني I don't like him. ما بحبوش الواد ده. He makes up to the manager يعني بيطبل للمدير. make for معناها يتجه إلى. I'm making for the airport معناها أنا متجه للairport للمطار. طب make out معناها يقبل. to kiss romantically حد بيبوس حد برومانسية مش البوسة الأخوية دي بتاعت ازيك وبوسة من هنا وبوسة من هنا. انتوا فاهميني ده انجلش وده علم فاحنا. السلام عليكم. كمل معايا. بعد كده الفعل اللي عندنا هو run. تعالى احنا عندنا run on وعندنا run into وعندنا run out وعندنا run out of. البتاع دي كده سيبك منها لا انا همسحها عشان ايه بس النفسيه بتاعتي تبقى متظبطه وانا شغال. معلش شويه تفاهه كده بس مش تفاهه ولا حاجه دي شكلها غريب. ماشي كمل معايا يا صاحبي. بص run on معناها يدور بيه يشتغل بحاجه. بقول لك مثلا cars run on petrol. تاني cars run on petrol العربيات بتدور بالبترول. run into معناها يصطدم بيه او يقابل صدفه. عارف لما تقول لحد اسكت مش انا امبارح اتكعبلت في الواد احمد في الشارع كعبلت فيه اللي هو كنت ماشي كده فجاه قابلته I ran into احمد. تاني I ran into احمد. طب run out معناها شيء ينفذ. طب run out of معناها يستنفذ. تاني يستنفذ. طب مثلا ايه الفرق بين ينفذ ويستنفذ؟ لو بدأت بالشيء اللي خلص انت هتستخدم run out بس. لو بدأت بالشخص اللي خلص يبقى run out of. طب تعالى sugar السكر خلص. sugar ran out yesterday. تاني كده sugar ran out yesterday السكر نفذ امبارح. طب عايز اقول نفس المعنى بس run out of اعمل ايه؟ هقول we ran out of sugar yesterday. تاني sugar ran out يعني السكر خلص او we ran out of sugar yesterday احنا خلصنا او استنفذنا السكر امبارح. ماشي. الفعل اللي جاي هو turn. خد بالك عشان ده مهم قوي مهم عشان داخل كمان في الفوكاب بتاع اليونات مهم جدا. احنا عندنا turn on وعندنا turn off وعندنا turn up وعندنا turn down وعندنا turn into وعندنا turn out. ركز معايا. turn on سهلة جدا معناها يشغل. turn on the TV يشغل التلفزيون. turn off معناها يطفئ جهاز. turn on the TV. turn up ليها معنيين. يا إما تيجي بمعنى يظهر we waited for him and finally he turned up. تاني we waited for him and finally he turned up يعني استنيناه واخيرا ظهر. طب turn up تيجي بمعنى يعلي صوت ده مهم جدا وموجود في الفوكاب بتاع اليونت. turn up the sound يعني علي الصوت. turn down ليها برضو معنيين. يا اما تيجي بمعنى يرفض طلب
I'm sad he has turned out my request. Then I am sad because he has turned انا قلت out ولا down؟ he has turned down my request، يعني انا زعلان لانه رفض الطلب بتاعي. turn down تيجي بمعنى يوطي صوت، يخفض صوت. طب turn into معناها يحول شيء من هيئه لهيئه. يعني لما اقول لك مثلا the director اللي هو المخرج turned the book into a movie، تاني turned the book into a movie يعني ايه؟ يعني المخرج حول الكتاب لفيلم، حول الكتاب من هيئه، حول القصه من هيئه كتاب لهيئه فيلم. طب turn out معناها يتضح. I thought he was my friend but he turned out to be an enemy. تاني I thought he was my friend but he turned out to be my enemy، يعني كنت فاكره صاحبي بس للأسف طلع عدو. ماشي، ده كده كان الفعل مين؟ كان الفعل turn، وأهم حروف الجر اللي بتيجي بعده. الفعل اللي بعد كده هو get. ايه أهم حروف الجر اللي جاية بعد get؟ عندنا get up، وعندنا get down، وعندنا get to، وعندنا get in أو into، وعندنا get out، وعندنا كمان get along with. قلنا get up get down get to get into get out get along with، وعندنا get over كمان. ماشي يلا بينا. get up معناها ينهض. خد بالك get up مش معناها يستيقظ زي ما ناس كتير حاطه في دماغها. يستيقظ يعني wake up، في فرق بين wake up و get up. wake up بتفتح عينيك، نايم على السرير بتفتح عينيك، ده كده wake up. انما get up يعني تقوم من على السرير، يبقى get up. get down يعني ينزل، get down here تعالى انزل. get to معناها يصل إلى. I got to the airport at 2 yesterday. get into معناها يدخل، سهلة جدا دي. get out معناها يخرج. get along with معناها يتماشى مع، يسير الدنيا، يتعامل كويس مع حد. لما اقول لك مثلا I can get along with my new colleagues، انا قادر امشي الدنيا مع زمايلي الجداد. get over معناها يتغلب على مشكله او يتغلب على مرض. ماشي، اتمنى يكون مفهوم واضح والله وسهل جدا. هي القصه كلها بس في الكم بتاعك. في حاجه مهمه جدا جدا، انا قلت تيك لو انا فاكر صح يعني، بس نسيت اقول فعل مهم قوي، وانا مش نسيته بصراحه، بس انا قلت يتحط لوحده كده لان حرف الجر ده مهم. احنا عندنا take off. take off ليها 4 معاني، 4 معاني لتيك اوف بس. take off لو جت على لبس يخلع، لو جت على طياره تطلع، لو جت على مشروع ينطلق، لو جت على وقت ياخدوا اجازه. تاني take off لو جت على لبس تبقى تخلع اللبس ده، لو جت على طياره تقلع، لو جت على مشروع يبدا، لو جت على وقت تاخدوا اجازه. يبقى تاني قلت لو طائره تقلع طائره، قلت لو وقت يتاخد اجازه، قلت يخلع ملابس، قلت يبدا مشروع، او المشروع هو اللي يبدا مش انت اللي تبدا. هتفهم دلوقتي الفرق او هتفهم الاكزامبل. The plane took off يعني ايه؟ الطياره طلعت. take off your jacket اخلع الجاكيت بتاعك. I took 2 days off. تاني كده I took 2 days off يعني ايه؟ يعني انا خدت يومين اجازه. His project took off yesterday. His new branch took off yesterday يعني الفرع الجديد بتاعه انطلق امبارح. كمل معايا. في عندنا فعل اسمه plug. plug ده بياخد حاجتين، plug in و plug out او plug off. plug in يعني ايه بكل بساطة؟ plug in يعني يحط فيشة. I plugged in the charger to recharge my phone. تاني I plugged in the charger يعني ايه؟ حطيت الفيشة بتاعت الشاحن عشان اشحن تليفون. plug off او plug out معناها يشيل الفيشة. بس ده كل اللي كنت عايز اقوله فيه.
في حاجه مهمه عايز اقولها في الافعال دي، باكد عليك، انا قلت اهمهم سواء بالنسبه للافعال اهم حروف جر بعده، واهم افعال هتكون موجوده عندك بامر الله في المنهج او في اليونت. بس باكد عليك ان في حاجات على السبوره كانت زياده، وفي حاجات عندك في المنهج يبقى احفظ. هي اليونت دي حفظ، معلش حقك عليا. ملحوظه مهمه قوي عشان هيلعب معاك فيها او هيلعب معاك بيها بالامتحان، ممكن يعني مش بعيد حاجه خالص. عندي حاجه اسمها transitive verbs وعندي حاجه اسمها intransitive verbs. يعني ايه كلمه transitive معناها فعل متعدي. ويعني ايه intransitive معناها لازم. مستر انا هحفظ قائمه افعال متعديه وافعال لازمه في حاله واحده بس لو انت مش فاهم عربي، بس الكلام ده عربي. مستر فهمني يعني ايه فعل لازم. الفعل اللازم بكل بساطه هو الذي لا ينصب مفعول به. بكلمك بالعربي عشان هي الحل في العربي. مفيش قائمه افعال وانا مش عايزك اصلا، حتى لو في قائمه افعال مش عايزك تحفظها، انا عايزك تفهم. الانترانستيف معناها فعل لازم لا ينصب مفعول به. كبر الولد، اعرب كده. كبر فعل ماضي مبني على الفتح، والولد فاعل مفعول، فاعل يخرب بيت كده، فاعل مرفوع بالضمه. فكده مفيش مفعول به في الجمله دي. فذا بوي جرو اب. تاني، the boy grew up. الولد كبر. اشرقت الشمس. اشرقت فعل ماضي مبني على ايا كان، والشمس فاعل. ده كله اسمه فعل يا جدعان، اسمه فعل لازم. ده intransitive verb. فانت هتترجم، لقيت الجمله بتاعتك فيها مفعول به يبقى سيادتك الفعل بتاعك مش لازم، ده فعل متعدي. لقيت مفيش مفعول به يبقى الفعل بتاعك ايه؟ لازم. طب المتعدي، احنا عندنا في العربي متعدي المفعولين لمفعول ومتعدي المفعولين لو انت فاكر. طبعا الانجليش ملوش دعوه بالكلام ده، هو الانجليش عايزه يا اما لازم يا اما متعدي. زي ايه يا مستر؟ اكل الولد الطعام. اكل الولد الطعام. اكل فعل ماضي مبني على الفتح، ولد فاعل مرفوع، والطعام مفعول به. كده في مفعول به، فاصبح الفعل ياكل ده فعل ايه؟ transitive verb اللي هي فعل متعدي. بالترجمه بقول لك، ممكن اقول لك بقى منح المدرس الجائزه للطالب، فمنح فعل ماضي مبني على الفتح والمدرس فاعل والجائزه مفعول به اول، للطالب جار ومجرور، وشبه الجمله للطالب في محل نصب مفعول به تاني. انا فاهم كل حاجه، خد بالك مني، انا مش انجليزي بس. فطبعا ساعتها منح هيكون فعل متعدي المفعولين. مش قصتنا زي ما قلت لك، بس كنت محتاج اقول لك ده عشان ده ممكن يلعب معاك في الامتحان بيه. بيلزقوا والله البتاعه دي هنا، لزقت اهي زي الفل. ماشي، بيلزقوا القلم ده هنا. الفريزال فيربس طلعت حفظ عندك، طلعت حفظ حلوه. بارت 2 ما فيهوش، مش بنفس كده، في جزئيه حفظ بس في جزئيه شرح كبيره وهي بتكون اهم يعني. بس البارت ده في جمله في الامتحان عليه، فبعد اذنك احفظ الكلام ده، بعد اذنك شد في البارت ده. معلش اعتبره والله العظيم انا شايفه بريك. هتقول لي مثلا الموضوع سهل عليك، ما هو بريك وسهل عليك بامر الله. دايما افتكر اللي تمام وحفظ، اللي ديته حفظ ده سهل بامر الله يعني. قشطه. السلام عليكم.